السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ تعالوا بينا نعمل طريقة كيكة البرتقال. يلا بينا على المقادير: كوباية ونص من السكر، كوباية الا ربع من الزيت، كوباية من الحليب، 5 بيضات. انا طبعا بستعمل اللي هو البيض الوزاري، بستعمل منه 3 وبكتفي ان انا استعمل البيض البلدي. بحب البيض البلدي في الكيك فبستعمل منه بيضتين. ومعايا هنا الفانيليا، ومعايا معلقة من الخل، وبشرة طبعا برتقال. وهنا بقى إيه بجيب العصير البرتقال، بحط منه معلقه عشان يعزز اصلا لون الكيك. ومعايا هنا كيس من الكيك شيف، ومعايا هنا 3 كوبايات من الدقيق منخولين. الدقيق ده طبعا انا نخلاه كويس جدا. ويلا بينا بقى نعمل الطريقه. هنا بقى المواد السائلة، هنجيب الخلاط وهنحط فيه البيض، والبيض طبعا كنت حاطه معاه رشة الفانيليا، وكنت حاطه معاه معلقة الخل، وحطيت كوباية ونص من السكر، وحطيت بشرة البرتقال اللي انا كنت عاملاها، وهضربهم شوية في الخلاط. هنفضل نضربهم طبعا شوية كده. خلاص ضربتهم، وبعدين هحط كوباية الحليب، واحط كوباية الا ربع من الزيت، وهحط معلقة. هنا بقى كانت المواد الجافة، وكان عندي 3 كوبايات دقيق ونخلاهم، وكنت حاطه عليهم كيس الكيك شيف. وطبعا فضيت بقى المواد السائل عليها. ومن نجاح طبعا الكيكه ان احنا بنقلب في اتجاه واحد، عشان الكيكه لو احنا قلبناها في اتجاه مختلف عن التاني فطبعا الكيكه هتهبط مننا. هنا فضلت اقلب لحد ما خلاص الدقيق خلاص اختفى، وخلاص كده خلصت الكيكه. معايا السرفيس وكنت مبطناه زي ما انتم شايفين، وده اصلا من اهم مرحله في الكيكه اصلا. هنا خلاص كنت فضيت الكيكه وحطيتها في السرفيس. وطبعا اهم حاجه الخبطتين اللي انتم شفتوهم دول اهم حاجه اصلا في الكيكه بصراحه. وكنت مشغله الفرن اصلا اول ما انا كنت راح ابدا اعمل الكيكه. طبعا انا مشغله بقى الفرن على 180، وبشغل بحطها في الرف الوسطاني. بكده بقى ده الشكل النهائي للكيكة، وبصراحة شكلها يفتح النفس، وشكلها حلو قوي ما شاء الله. ولو وصلتوا لحد هنا اعملوا لي كومنتات واعملوا لي لايكات كتير، واتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم، واتمنى تستفادوا بصراحه مني. شايفين اصلا الكيكه هشه جدا وطريه قوي وسفنجيه، وبصراحه كانت حلوه قوي 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 يعني. ومن الكيكات اصلا اللي مهما طلعنا حلويات احنا بنعملها برضو